اهلا بكم يا جماعه، معكم معتز ياسر في فيديو جديد على قناه موبايل برو بلس. النهارده هنتكلم عن مجموعه موبايلات وكل موبايل ليه عيوبه ومميزات، وهوريكم كل حاجه بالظبط قبل ما تاخدوا قرار الشراء. وكل الموبايلات اللي هنتكلم عنها النهارده هتلاقيه رابط اشتراك في موقعنا موبايل برو بلس في وصف الفيديو. وطبعا الموبايلات اللي هنتكلم النهارده عليها هي افضل موبايلات للطلاب، عشان لو انت كنت في كليه او كنت في جامعه او حتى في ثانوي ومحتاج موبايل للدراسه يكمل معاك من اول سنه لاخر سنه، يبقى انت دخلت في الفيديو الصح. وما تنسيش تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتضغط لايك للفيديو عشان هو اللي بيحمسنا ننزل فيديوهات باستمراريه. وطبعا ما تنساش كومنت منك على الموبايل اللي انت ناوي تشتريه او انت شايفه مناسب ليك. تابعوا معايا للنهايه عشان تقدروا تختاروا الصح وتاخدوا افضل قرار. اول موبايل معانا النهارده وهو سامسونج جالاكسي اي 25. الموبايل ده فعلا تصميمه حلو وشاشته كبيره سوبر اموليد 6.5 انش بمعدل تحديث 120 هرتز، وده حاجه مهمه جدا للطلاب. ليه؟ لانك لما تبص على الشاشه وهتقرا دروسك او تحضر فيديوهات تعليميه هتحس ان كل حاجه واضحه وسلسه ومش بتتعب عينك تحت ضوء الشمس او في الضلمه شويه. الموبايل ده كمان معاه بطاريه 5000 ملي امبير، وده شيء جامد جدا لو انت طالب طول اليوم في المدرسه او الجامعه ومش عايز تشحنه كل شويه، نص يوم مذاكره ونص يوم سويشل وفيديوهات، البطاريه هتعيش معاك بسهوله. كمان بيدعم شحن سريع 25 واط، فلو نسيت تشحنه الصبح هتقدر تشحنه بسرعه قبل ما تبدا يوم. اما بالنسبه للاداء، الموبايل فيه معالج اكسينوس 1280 وذاكره عشوائيه 6 او 8 جيجا، وده كفايه جدا للتطبيقات اللي الطلاب بيستخدموها زي جوجل كلاس وروم واتساب وفيديوهات ويوتيوب. وكمان لو عندك امتحانات او عروض تقديميه الموبايل هيشغل كل حاجه من غير مشاكل. ومساحه التخزين 128 او 256 جيجا، يعني تقدر تخزن كل ملفاتك ودروسك وملاحظاتك، وكمان ممكن تزود ميموري كارت لو محتاج مساحه اكتر. بس خلي بالك هتحط مكان الشريحه الثانيه كده. وناجي للكاميرا، الموبايل فيه كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصر، وكاميرا واسعه وكاميرا ماكرو وكاميرا اماميه 13 ميجا. وكاميرات الموبايل كويسه جدا للتصوير في الضوء العالي، فلو حابب تصور صور الملاحظات او الدروس او تعمل فيديوهات تعليميه صغيره كده هتطلع واضحه جدا جدا. الموبايل فيه كمان صوت استيريو ومنفذ سماعه 3.5 مللي، فلو بتحب تسمع شروحات صوتيه او بودكاست تعليمي الصوت هيكون معاك واضح وصافي. كمان في مستشعر البصمه على زر الباور، يعني لو انت سريع الحركه في الجامعه او المدرسه تقدر تفتح الموبايل بسرعه من غير مشاكل. من اهم الحاجات اللي بتخلي الموبايل ده مناسب للطلاب ان سعره معقول جدا بالمقارنه بالمواصفات والشاشه الكبيره والبطاريه والصوت، اللي بيخليه فعلا اختيار ممتاز لكل اللي عايز موبايل يومي يقدر يساعد في الدراسه والمذاكره وكمان التسليه بعد كده. في النهايه سامسونج جالاكسي اي 25 مش بس موبايل للعب او السوشيال، ده موبايل الدراسه والمذاكره والطالب اللي محتاج كل حاجه في موبايل واحد، من اداء شاشه بطاريه وكاميرا، وكله ده بسعر مناسب جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وكمان تشوفوا الفيديوهات التانيه. وتاني موبايل معانا النهارده هو سامسونج جالاكسي اي 14. الموبايل ده نسخه مطوره من الاي 13. سامسونج ركزت فيه على الفئه الاقتصاديه، وده بيخليه مناسب جدا للطلاب اللي عايزين موبايل يستخدموه في الدراسه والمذاكره وكمان للتسليه شويه. الموبايل بيجي بشاشه ال سي دي حجمها 6.6 انش ودقه فول اتش دي بلس، ومعاه نوتش صغير للكاميرا الاماميه، وده معناه انك هتقرا كويس كده وتقرا الدروس وتشوف الفيديوهات التعليميه او تستخدم التطبيقات التعليميه بشكل واضح ومريح للعين. اما عن الاداء، الموبايل فيه معالج الاكسينوس 850 ثمان النواه مع معالج رسومي ميل جي 52، والرامات 4 جيجا والتخزين من 64 او 128 جيجا. وكمان ممكن تزود ميموري كارت، وده شيء ممتاز جدا لو انت طالب وعايز تخزن كل ملفات صور ملاحظات وفيديوهات تعليميه من غير ما تقلق على المساحه. اما الكاميرات الخلفيه الثلاثيه، الاساسيه 50 ميجا بكسل والثانيه 5 ميجا واسعه والثالثه 2 ميجا للمايكرو، والكاميرا الاماميه 13 ميجا والتصوير كويس جدا في الاضاءه العاليه، فلو حابب تصور صور ملاحظات او تعمل فيديوهات تعليميه صغيره كده هتطلع واضحه جدا جدا. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، وده كفايه ليوم كامل استخدام متواصل، وكمان بيدعم شحن 15 واط فممكن يشحن بسرعه لو نسيت تشحنه الصبح. الموبايل فيه مستشعر بصمه على زر الباور وميزه فتح الوجه كده فيس انلوك، فده هيسهل على الطالب الوصول للموبايل بسرعه بين المحاضرات او وقت المذاكره. الميزه الكبيره ان الموبايل بيجي بسعر اقتصادي جدا في مصر، طبعا النسخه ال 64 بسعر حوالي 6200 جنيه، والنسخه
والنسخه ال 128 بحوالي 6600 جنيه. وطبعا السعر بيختلف، وطبعا هسيب لك رابط الشراء في اول تعليق على موقعنا موبايل برو بلس. وده معناه ان اي طالب يقدر يحصل عليه بدون ما يتعب ميزانيته. في النهايه سامسونج جالاكسي اي 14 موبايل ممتاز للطلاب، للشغل، الدراسه، للمذاكره، ومش هيفقد في التطبيقات التعليميه، وكمان يقدر يشغل لك على الانترنت والفيديوهات بكفاءه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، وتابعوا معايا شوف الموبايل التالت. والموبايل الثالث معانا وهو سامسونج جالاكسي اي 16. الموبايل ده بيجي في الفئه الاقتصاديه، بس سامسونج ركز فيه على الاداء المقابل السعر، وده بيخليه مناسب جدا للطلاب اللي محتاجين موبايل يساعدهم في الدراسه والمذاكره وكمان التسليه شويه. وبعد كده الهاتف فيه الشاشه سوبر اموليد حجمها 6.7 انش بدقه فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 90 هرتز، وده معناه ان كل الفيديوهات التعليميه، عروض الباوربوينت والملفات الدروس هتكون واضحه والسلسه ومش هتتعب عينك ولو قعدت تذاكر فتره طويله. الموبايل معاه معالج كده الميديا تك هيليو جي 99، معاه معالج رسومي ميديا جي 57، وده معناه ان الاداء سريع وسلس جدا. والرامات هنا 4 أو 6 أو 8 جيجا حسب النسخه، والتخزين من 128 لحد 256 جيجا. وكمان ممكن تزود بكارت ميموري، يعني كل ملفات الدراسه الفيديوهات والصور هتكون محفوظه من غير اي مشاكل. الكاميرات الخلفيه الثلاثيه الاساسيه 50 ميجا بكسل، والثانيه 5 ميجا للواسعه، والثالثه 2 ميجا للماكرو، والكاميرا الاماميه 13 ميجا، يعني تقدر تصور ملاحظاتك او تعمل فيديوهات تعليميه او حتى صور للمشاريع الصغيره بوضوح ممتاز. والبطاريه هنا 5000 ملي امبير، وده كفايه ليوم كامل استخدامه. كمان بيدعم شحن سريع 25 واط، يعني لو نسيت تشحنه الصبح نص ساعه شحن كفايه تخليك تكمل اليوم. الموبايل فيه مستشعر البصمه على زر الباور وميزه الفيس انلوك، وده هيساعدك تفتح الموبايل بسرعه بين المحاضرات او وقت المذاكره. الموبايل كمان ضد الغباره ورذاذ الميه بمعيار الاي بي 54، فما فيش قلق لو حصلت اي حاجه بسيطه في المدرسه او الجامعه. الميزه الكبيره ان الموبايل بيجي بسعر مناسب جدا للطلاب. النسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 7200 جنيه، والنسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رامات حوالي 9300 جنيه، وده معناه ان اي طالب يقدر يشتريه من غير ما يتعب ميزانيته. وفي النهايه سامسونج جالاكسي اي 16 موبايل ممتاز للطلاب وللمذاكره والتطبيقات التعليميه والفيديوهات وكمان التسليه. بعد كده مع الشاشه الرائعه وبطاريه قويه واداء سريع، وكل ده بسعر مناسب. طبعا لو وصلت معايا لغايه هنا فتقدر انك تعمل لايك واشترك في القناه وتابع الفيديوهات التانية على القناه علشان تعرف كل جديد عن الموبايلات اللي ممكن تساعدك في الدراسه والمذاكره. الموبايل الرابع معانا النهارده وهو موتوريلا موتو جي باور 2025. الموبايل ده واحد من افضل الخيارات في الفئه الاقتصاديه للطلاب، خصوصا لو محتاجين موبايل قوي في البطاريه والشاشه واداء سلس في كل الاستخدامات اليوميه والدراسه. الهاتف بيجي بشاشه كبيره اي بي سي ال سي دي حجمها 6.8 انش بدقه ال 1080 في 2388 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وده معناه ان كل المحاضره فيديو وكورس اونلاين او ملفات دراسيه هتكون واضحه وسلسه، والالوان هتكون ممتازه وهتقدر تذاكر او تتفرج على محتوى طويل من غير ما تتعب عينك. الموبايل جواه كده معالج ميديا تك دينمستي 6300 مع معالج رسومي الميديا جي 57 وام سي 2، وده بيخليه سريع جدا وسلس جدا في التصفح وتشغيل التطبيقات التعليميه، مع رامات 8 جيجا ومساحه تخزين 128 جيجا ومع دعم كارت ميموري، يعني كل ملفاتك الدراسيه فيديوهاتك والملاحظات هتكون محفوظه من غير مشاكل. الكاميرا الخلفيه مزدوجه والاساسيه 50 ميجا بكسل والواسعه 8 ميجا وكاميرا السيلفي 16 ميجا، فممكن تصور ملاحظاتك مشاريعك او حتى فيديوهات تعليميه واضحه جدا. البطاريه هنا قويه وحقيقيه للطلاب 5000 ملي امبير مع شحن سريع 30 واط وشحن لاسلكي 15 واط، يعني هتقدر تستخدم الموبايل طول اليوم من غير الدراسه الترفيهيه من غير ما تقلق من الشحن. والميزه الكبيره ان الموبايل مقاوم للميه والغباره والمعيار الاي بي 68 و69، يعني حتى لو حصل اي حادثه بسيطه في المدرسه او الكليه الموبايل هيبقى محمي، ما تقلقش من اي حاجه. الميزه الثانيه ان في صوت ستيريو دولوبي كده اوتومس فولو، بتذاكر انت فيديوهات تعليميه او بتسمع محاضرات صوتيه هتحس بتجربه صوتيه ممتازه. واخيرا الموبايل بيجي بنظام اندرويد 15 مع واجهه الفينيال اي سليك ريل،
وتحديثات رسميه لمده سنتين، يعني موبايل حديث ومواكب للتقنيات الجديده، وكل ده بسعر حوالي 160 و95 سنت دولار سعر اقتصادي، وكل ده بسعر حوالي 161 دولار سعر اقتصادي جدا مقابل كل المميزات اللي بيديها، وده بيخليه افضل اختيار ممتاز لاي طالب. في النهايه موتوريلا موتو جي باور 2025 مش بس موبايل الترفيه، ده كمان مساعد ممتاز للطلاب في المذاكره، المشاريع، الفيديوهات التعليميه، وكمان يوم كامل من الاستخدام المتواصل بدون مشاكل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملوا لايك واشترك وتتابعوا باقي الموبايلات اللي هنعرضها عليكم بعد كده. الموبايل الخامس معانا النهارده وهو ون بلس نورد N200 5G. الموبايل ده موجه لاي حد محتاج موبايل اقتصادي بس بنفس الوقت يدعم شبكات الجيل الخامس ال 5G وسرعات انترنت عاليه، خصوصا للطلبه والشباب اللي بيحبوا الالعاب الخفيفه والتصفح السريع. الهاتف بيجي بشاشه كبيره LTPC IPS انش، الهاتف بيجي بشاشه كبيره 6.49 انش LCD LTPS IPS بدقه ال 1080 و 2400 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، يعني هتشوف كل حاجه واضحه وسلسه من تصفح الفيديوهات التعليميه لليوتيوب او الالعاب الخفيفه. الموبايل جواه معالج سناب دراجون 480 5G 8 نواه مع معالج رسومي اندرويد 619، وده بيخليه سلس في الاستخدام اليومي مع معالج رسومي ادرينو 619، وده بيخليه سلس في الاستخدام اليومي والتطبيقات التعليميه، ومع رامات 4 جيجا ومساحه تخزين 64 جيجا مع دعم كارت ميموري تقدر تخزن كل ملفاتك الدراسيه والفيديوهات بسهوله. والكاميرا الخلفيه الثلاثيه 13+2+2 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه هنا 16 ميجا بكسل، ده معناه انك هتقدر تصور المشاريع والملاحظات وكل الفيديوهات التعليميه بجوده كويسه، رغم ان الهاتف مش بيصور ال 4K لكن جوده ال 1080 ممتازه لاي استخدام يومي. والبطاريه هنا كبيره جدا 5000 ملي امبير مع شحن سريع 18 واط، يعني هتستخدم الموبايل طول اليوم من الدراسه للالعاب بدون ما تقلق من نفاذ البطاريه. الميزه الكبيره ان الموبايل فيه مستشعر بصمه على زر الطاقه، وكمان دعم الفيس انلوك، فهتقدر تحافظ على خصوصيتك وسهوله فتح الموبايل. واخيرا الموبايل بيشغل بنظام اندرويد 11 مع الاوكسينو OS 11 وسعره حوالي 240 دولار، سعر اقتصادي جدا مقابل كل المميزات اللي بيقدمها، خصوصا لو محتاج موبايل 5G وسعره خفيف. في النهايه ون بلس نورد N200 5G موبايل اقتصادي بيدعم ال 5G وبطاريه كبيره وشاشه ممتازه، ومناسب لاي شخص محتاج موبايل للالعاب الخفيفه والدراسه والتصفح اليومي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا وتتابعوا باقي الموبايلات اللي هنعرضها عليكم. الموبايل السادس معانا النهارده وهو ون بلس نورد 5، والموبايل ده مش اي موبايل، ده واحد من اقوى الاجهزه اللي تقدر تختارها لو انت طالب وعايز اداء قوي جدا في كل حاجه، مش بس في الدراسه لكن كمان في الترفيه بعد المذاكره. اول حاجه عايز اقولها لك ان الشاشه هنا حاجه مختلفه خالص، 6.83 انش سوفت اموليد بمعدل تحديث 144 هرتز، يعني لما تيجي تشوف الفيديوهات التعليميه على اليوتيوب او تحضر محاضرات اونلاين هتشوف كل حاجه واضحه وسلسه جدا ومفيش اي تقطيعات، وكمان الالوان الواقعيه جدا. المعالج فيه موبايل هنا سناب دراجون 8S جين الثالث اللي بيقدم لك اداء فلاج شيب، يعني لو بتحب تلعب العاب كبيره بعد المذاكره او تشغل برامج ثقيله اي حاجه هتلاقيها سريعه وما فيهاش بطء، ومع رامات 8 او 12 جيجا ومساحه 256 او 512 جيجا تقدر تخزن كل محاضراتك، ملفاتك، مشاريعك، صور وفيديوهات من غير اي قلق. الكاميرا هنا مش اي كاميرا، الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل مع تثبيت بصري وكمان كاميرا واسعه، والكاميرا الاماميه 50 ميجا بكسل، يعني تقدر تصور مشاريعك او فيديوهاتك التعليميه بجوده 4K، وده بيساعد في تقديم شغل احترافي في المشاريع الجامعه او الكورسات. ومن اهم الحاجات اللي بيحبها الطلاب ان البطاريه هنا 6800 ملي امبير مع شحن سريع 80 واط، تقدر تستخدم الموبايل طول اليوم في المذاكره، تصفح الانترنت، مشاهده الفيديوهات ولعب الالعاب بعد كده، ومش هتقلق من البطاريه خالص. ومش بس كده، الموبايل فيه سماعات ستيريو ممتازه للتجربه صوتيه قويه، فلو بتسمع محاضرات صوتيه او بودكاست تعليمي هتسمع كل كلمه بوضوح. كما في مستشعر بصمه دمج كده في الشاشه والفيس انلوك لفتح الموبايل بسرعه بين المحاضرات. باختصار ون بلس نورد 5 مش بس موبايل قوي، ده موبايل. تخيل معايا طالب صاحي من بدري كده رايح جامعه او درس كده ومعاه موبايل لازم يعتمد عليه في كل حاجه، محاضرات اونلاين، PDF، فيديوهات ويوتيوب، سوشيال ميديا وشويه تسليه بعد المذاكره، ومن غير ما يفضل شايل باور بانك ولا جلجان على فلوس. هنا بقى بيجي دور الريدمي نوت 13. الموبايل ده معمول للطلاب اللي عايزه موبايل شكله حلو وعامل
موبايل ويقضي الغرض من غير ما يدخل في دوامة اسعار غالية. اول حاجة تحس بيها وانت ماسكه ان الشاشة كبيرة وواضحة. الشاشة هنا اموليد 120 هرتز، يعني وانت بتتفرج على شرح او بتقلب في محاضرات PDF عينك مش هتتعب، والسلاسة تخليك تحس ان الموبايل اغلى من سعره بكتير. نيجي بقى للمذاكرة الطويلة. المعالج هنا مش مخصص للالعاب الثقيلة، بس للدراسة والاستخدام اليومي ممتاز. يفتح تطبيقات بسرعة، واتساب، تليجرام، جوجل كلاس روم، ويوتيوب وكروم، وكله شغال بسلاسة ومن غير عصبية. والحلو كمان ان المساحة كبيرة، يعني الطالب يقدر يشيل محاضرات وصور وكتب وفيديوهات من غير ما يقعد يمسح كل شوية. ال 128 وال 256 جيجا هتخليك مرتاح. اما بقى الكاميرا بقى هنا ال 108 ميجا بكسل، مش علشان تصوير سينما ولكن علشان تصوير سبور، ملازم مذكرات او حتى بوستات وسوشيال ميديا، وتطلع الصور واضحة ومحترمة. وهنا البطارية 5000 ملي امبير، يعني يوم دراسة كامل وممكن تكمل معاك تاني يوم. والشحن 33 واط يخليك ترميه ساعة وتكمل يومك. يعني باختصار موبايل للطالب بجد. ريدمي نوت 13 مش بيستعرض، مش غالي، بيقضي الغرض وشكله حلو وشاشته قوية، ويعيش معاك سنة واثنين وثلاثة ومن غير ما تحس انه خانك. لو انت طالب وعايز موبايل يعتمد عليه ومن غير ما تحرق فلوسك، الموبايل ده واحد من اذكى الاختيارات في الفئة. تخيل طالب داخل سنة دراسية جديدة وعايز موبايل يعيش معاه من اول يوم لاخر محاضرة، مذاكرة، شغل، جروبات، سوشيال، وفيلم قبل النوم من غير ما يقلق لان من البطارية ولا من الاداء. هنا بقى يظهر الريدمي نوت 14 5G. مش موبايل بيحاول يبهرك، لكن موبايل فاهم يعني ايه طالب. اول ما تفتح الشاشة تحس انك ماسك حاجة مريحة. شاشته اموليد 120 هرتز، الوان واضحة، سطوح عالي، يعني وانت قاعد في المدرج او بره في الشمس المحتوى باين ومريح للعين. نيجي بقى للمذاكرة والPDF والباوربوينت، فيديوهات، شرح، كل ده شغال بسلاسة. المعالج الهيليو G99 الترا معمول للاستخدام اليومي الطويل، ومش هيخليك تحس ان الموبايل بيهنج وانت مستعجل. واداؤه في الالعاب الخفيفة والمتوسطة كويس للطالب اللي عايز يفصل شوية. الكاميرا هنا مش مجرد رقم، 108 ميجا بكسل، يعني تصور سبورة، مذاكرة، ملخص، تطلع الصور واضحة. وكمان الكاميرا السيلفي ال 20 ميجا بكسل لو بتاخد ميتنج اونلاين او فيديوهات بسيطة. اهم نقطة بقى البطارية هنا 5500 ملي امبير، يعني يوم دراسة طويل ويفضل معاك طاقة لاخر اليوم. والشحن ال 33 واط يخليك ترجع للطريق بسرعة، يعني لو انت طالب وعايز موبايل شاشته بطاريته تطول، اداء ثابت، وسعره معقول من غير فزلكة، اختيار ذكي وعملي جدا. الريدمي نوت 14 4G موبايل يعتمد عليه، مش يضغطك ولا يزهقك ولا يخليك تحس انك دفعت فلوس في الهواء. لو انت طالب وعايز موبايل يعطيك كل اللي محتاجه من غير ما يزودك مصاريف، هنا بيجي دور الريلمي نارزو N65. موبايل اقتصادي لكنه عامل جدا. شاشته كبيرة 6.67 بوصة HD بلس، معدل تحديث 120 هرتز، يعني الدروس، الفيديوهات والسوشيال كله هيتعرض بسلاسة. والسطوع هنا مناسب حتى في الشمس. المعالج بالميستي 6300، مش اقوى حاجة في العالم بس كفاية لاي استخدام يوم. تطبيقات المذاكرة، الفيديوهات، الشرح، جروبات الدراسة، حتى الالعاب الخفيفة هتمشي معاك بدون مشاكل. الكاميرات هنا واضحة وكفاية للتصوير والملاحظات او السبورات. وال50 ميجا بكسل خلفية، وال8 ميجا السيلفي، يعني تصور المذاكرة او المكالمات الفيديو تماما. والبطارية هنا 5000 ملي امبير، تقدر تصبر معاك طول اليوم الدراسي. وشحن سريع 15 واط يديك دفعة سريعة قبل الامتحانات. الهاتف خفيف في 190 جرام، تحسه مريح في الايد، والوانه الاخضر الغامق والذهبي كده تديك شكل حلو من غير ما تدفع كتير. باختصار لو انت طالب وعايز موبايل عامل وبسعر مناسب، اختيار كويس جدا الريلمي نارزو N65. شاشة كبيرة، بطارية صلبة، اداء ثابت، وسعره مناسب للطلاب. وطبعا لو وصلت معايا لغاية هنا تضغط اشتراك للقناة لو ما كنتش مشترك، واضغط لايك للفيديو عشان هو بيحمسنا ننزل فيديوهات باستمرارية. ولو عندك اي استفسار او سؤال اكتب لي في الكومنتات. موبايل سعره مناسب وفيه كل الاساسيات، هنا بيجي دور البوكو C65. موبايل اقتصادي لكن عامل جدا للمدرسة والدراسة. الشاشة كبيرة 6.74 بوصة HD بلس، معدل تحديث 90 هرتز، يعني صفحة تطبيقات، فيديوهات تعليمية، وكمان الالعاب الخفيفة هتمشي معاك بسلاسة. المعالج الهيليو G85، اداء يومي مقبول جدا يكفي المهام الدراسية. المذاكرة الاونلاين، تصفح السوشيال، مساحة تخزين كبيرة 128 او 256
256 جيجا مع رامات 6 او 8 جيجا، يعني هتحط كل ملفاتك وملاحظاتك بدون مشاكل. الكاميرا هنا جيدة جدا للتصوير السريع او تصوير السبورة، وال50 ميجا الخلفية وال8 ميجا السيلفي كفاية للمكالمات الفيديوهات او تصوير الملاحظات. والبطارية هنا 5000 ملي امبير تقدر تصمد معاك طول اليوم الدراسي، والشحن سريع 18 واط يعطيك دفعة كده سريعة قبل اي خروجة من البيت. الهاتف بيدعم شريحتين كده زائد كارت ميموري، يعني طول لو محتاج مساحة اكتر او خطين يبقى كله تمام. والبصمة هنا تحت زر الطاقة زائد فتح بالوجه لسهولة الاستخدام. باختصار لو انت طالب وعايز موبايل عامل وسعره المتناول يبقى اختيار ممتاز جدا البوكو سي 65. شاشة كبيرة وبطارية طويلة واداء مناسب وسعره اقتصادي جدا للطلاب. ولو انت طالب وعايز موبايل يدعم ال 5G وسعره معقول هنا بيجي دور اللافا بلاز 5G، وده اخر موبايل معانا في فيديو النهارده. موبايل مناسب للدراسه والمذاكره الاونلاين وحتى الالعاب الخفيفه. الشاشه هنا 6.52 انش HD بلس IPC LCD ومعدل تحديث 90 هرتز، يعني تصفح تطبيقات الفيديوهات التعليميه وحاجات الدراسه هتمشي معاك بسهوله. المعالج هنا ديمستي 700 8 نواه واداء يومي كويس جدا يكفي للدراسه. المذاكره الاونلاين مكالمات الفيديو ومساحه التخزين ال 128 جيجا زائد رامات 4 او 6 جيجا، يعني تقدر تخزن ملفاتك وملاحظاتك وتطبيقاتك بدون مشاكل. وكمان التخزين قابل للتوسع بكارت ميموري، والكاميرا جيده للتصوير اليوم، و50 ميجا بكسل الخلفيه و8 ميجا للسيلفي، وتقدر تصور الملاحظات او المكالمات الفيديو بوضوح. والبطاريه هنا 5000 ملي امبير تكفي طول اليوم الدراسي، والشحن سريع 10 واط يعطيك دفعه سريعه قبل اي خروج. الهاتف بيدعم شريحتين وطبعا للشحن وبصمه الاصبع وفتحه الوجه بسهوله الاستخدام. باختصار لو انت طالب وعايز موبايل 5G عامل وسعره كويس يبقى اختيار ممتاز جدا اللافا بلازا 5G. شاشه كبيره وبطاريه طويله واداء مناسب وسعره اقتصادي للطلاب. وده كان ملخص كل الموبايلات اللي اتكلمنا عنها في فيديو النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات الموبايل اللي ناويين تشتروه وليه، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم اللي ناويين يشتروا موبايل جديد.